شنو واقع في الكواليس ديال مجلس الأمن؟ وعلاش فجأة تبدلات المواعيد وتقدم النقاش على الصحراء المغربية؟ واش هادشي كان غير صدفة تنظيمية ولا كاين شي ضغط دولي كيخلي هاد الملف يرجع للواجهة بكل قوة في واحد الوقت حساس واللي العالم فيه مشغول بأزمات كبيرة؟ ملف الصحراء كيبان أنه مازال حاضر بقوة في طاولة الكبار، ولكن السؤال الحقيقي: شكون رابح في هذه اللعبة الدبلوماسية وشكون باقي كيتخبط في بلاصتو؟ اليوم غادي نغوصوا في هذه المستجدات ونفهموا شنو كيدور من وراء الستار، وغادي نشوفوا كيفاش المغرب كيعرف يتحرك بكل ثقة مقابل ارتباك واضح في الجهة الأخرى. وهنا انتم عارفين على من كنهضر. مجلس الأمن الدولي غادي يعقد جلسة مغلقة لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية في إطار التتبع الدوري لبعثة المينورسو. ولكن اللي مهم في هذا الشيء ماشي غير الاجتماع في حد ذاته، بل التوقيت والتفاصيل اللي غادي يجيو معاه، تقديم موعد الجلسة والتحركات اللي كتسبقها. كلها كتقول أنها مؤشرات قوية بأن الملف داخل في مرحلة جديدة فيها حسابات دقيقة وتوازنات دولية كتتبدل. فهذا الاجتماع ماشي روتيني كيف العادة، بل كيجي في واحد السياق دولي معقد وكيطرح بزاف ديال التساؤلات على المستقبل ديال هذا النزاع وعلى شكون عنده اليد العليا في هذه المرحلة. فخليكم معايا للآخر باش نفهموا هذه التفاصيل كاملة. أول حاجة خاصنا نوقفوا عندها هي تقديم موعد الجلسة. هذا القرار ما كيكونش عشوائي داخل مجلس الأمن، فملي كيوقع تغيير في هذا المستوى كيعني أنه كاين ضغط أو مستجدات جديدة خلات الدول الكبرى تبغي تناقش الملف بسرعة. العالم اليوم كيعيش توترات كبيرة خصوصا في الشرق الأوسط والخليج، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الملفات الأخرى يا إما كتأجل يا إما كيتسرع فيها النقاش إلا إذا كان فيها ارتباط استراتيجي. وهنا كيجي السؤال المهم: علاش الصحراء المغربية بالضبط؟ فالجواب جد بسيط: حيث الملف ولا واضح أكثر من أي وقت فات، والمغرب قدر يفرض واقع ميداني وسياسي جديد. كذلك الأقاليم الجنوبية ولات نموذج في التنمية والاستقرار، والاستثمارات الكبيرة اللي دارت هاد الدولة أعطت صورة مختلفة تماما على المنطقة. هاد الشيء هو اللي خلى بزاف ديال الدول تعيد النظر في الموقف ديالها وتقتنع أن الحل الواقعي الوحيد هو المقترح المغربي. وفي المقابل الجهة الأخرى اللي كانت كتراهن على إطالة النزاع بان عليها العيا. الخطاب ديالها ولا قديم ومتكرر وما بقاش كيقدر يقنع حتى داخل المنتديات الدولية. والأكثر من ذلك كاين إحساس بأن هذه الأطراف ولات معزولة سياسيا، خصوصا مع التحولات اللي عرفها العالم مؤخرا. الجلسة المرتقبة غادي تعرف تقديم إحاطات من مسؤولين أمميين، وهنا خصنا نفهموا واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف. هاد الإحاطات راه غالبا ما كتكون تقنية، لكن في الحقيقة كتحمل رسائل سياسية جد قوية. فملي كيهضروا على المسار السياسي والتحديات الراهنة فراه كيعنيو أنه كاين عراقيل، لكن رغم ذلك فراه كاين تقدم ملموس. فالمغرب من جهته داير واحد اللعب جد ذكي، كيحترم الشرعية الدولية وكيشارك في كل المبادرات، ولكن في نفس الوقت كيبني واقع قوي على أرض الواقع. هذا التوازن هو اللي خلاه يربح نقاط جد مهمة، يعني ماشي غير دبلوماسية كلامية فقط، ولكن حتى دبلوماسية ديال الإنجاز. أما بالنسبة لبعثة المينورسو فالدور ديالها ولا محل نقاش. كاين توجه داخل مجلس الأمن باش يتم إعادة تقييم المهام ديالها باش تولي أكثر فعالية ومواكبة للتغيرات. وهذا الشيء بحد ذاته فراه هو مؤشر مهم، حيث كيبين أن الأمم المتحدة ولات واعية بأن الصيغة القديمة ما بقاتش كافية. ومن جهة أخرى زيارة المناطق الجنوبية ومخيمات تندوف غادي تعطي صورة أوضح للمجلس، وهنا الفرق كيبان اللي هو فرق كبير. مناطق في المغرب فيها استقرار وتنمية،
ومخيمات فيها وضع إنساني معقد وغموض كبير. فهذا التباين بحد ذاته كيأثر بشكل مباشر على النقاش داخل المجلس، وكيخلي الكفة تميل بشكل تدريجي. وبين هذا الشيء كامل فراه كيبان أن المغرب ماشي غير كيدافع على موقفه صافي، ولكن كيبني رؤية واضحة للمستقبل، رؤية مبنية على الواقعية وعلى الشراكات الدولية وعلى استقرار المنطقة. بينما الجزائر مازال عايشة في الخطاب القديم اللي ما كيتماشاش مع هذه التحولات الحالية. وإلا بغينا نكونوا صراحة فراه حتى الدول الكبرى ولات كتشوف الأمور من زاوية المصالح، والمغرب قدر يقنع بزاف ديال الشركاء بأنه عنصر استقرار مهم في المنطقة. وهنا كيتبين الفرق بين سياسة مبنية على المبادرة وسياسة مبنية على ردود الأفعال. ففي النهاية متابعينا الكرام، جلسة مجلس الأمن ماشي مجرد لقاء عادي، بل هي واحد المحطة جديدة في مسار طويل كيتبدل تدريجيا لصالح المغرب. التوقيت والمعطيات والتحركات هادشي كامل كيشير أن الملف داخل في مرحلة الحسم السياسي أكثر من أي وقت مضى. المغرب مستمر بثبات وكيعزز موقعه خطوة بخطوة، بينما الأطراف الأخرى بين أنها تائهة وسط تحولات ما قدراتش تواكبها. فالسؤال اللي كيبقى ديما طرح نفسه، واش هاد المرحلة غادي تقرب فعلا من حل نهائي أو لا غادي نشوفوا جولات أخرى من نفس السيناريو؟ فإلا عجبكم التحليل ما تبخلوش عنا بالآراء ديالكم في التعاليق، وكذلك واحد لايك للفيديو واشتراك في القناة، نوصلوها ل1000 مشترك في أقرب وقت إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو جديد.